يعطيكم ألف عافية من مركزية شتورة البقاع. بداية بدنا نحكي بنقطة كتير مهمة للناس اللي اشترت على صيرفة على حساب 70,000 ليرة، وللناس اللي اشترت على 89,000. طبعا يمكن أغلب الناس بيعة تحت، لكن نحن ما قلنا إنه لمنموا وخلوا دولاراتكم عطول معكم، يعني خلص ما بقى نصرف إنه بايع أنت تحت لميت على 70 على 80 على 90 على أي رقم كان. لا، مش هيدا الهدف. الهدف كان واضح جدا، وأنا حكيته بأول نصيحة من يوم اللي قلت إنه لملموا دولاراتكم على صيرفة أو عبر السوق السوداء اللي كان وقتها 89,000. طبعا نحن قلنا بوقتها وبرجع بعيدة، قلنا إنه بدنا نواكب السوق صعودا، لأنه كان الواضح بوقتها إنه اتجاه السوق رح يطلع بالعشرات الآلاف أو بالآلاف. فنحن نصحنا إنه بدل ما تضلك عم تتفرج، واكب السوق صعودا على ربح بالآلاف أو بعشرات الآلاف، 10 20,000 30,000 اللي هن. يعني خلينا نقول مثال، خلينا نقول أغلبكم لم دولاراته على 75,000 على 85,000 حل وسط ما بين صيرفة وما بين السوق السوداء، أو خلينا نقول في ناس كمان على 90,000. طيب نحن إذا في حال طلع سوقنا 30,000 40,000 وكبيت دولاراتك على ربح 30,000 أو 40,000، طيب بهالحالة أنت لما تبيع دولاراتك على هيك ربح وينزل السوق 10 و20 و30 وغيرها، عند أي حلول سياسية واقتصادية بالبلد؟ وأنا بكل صراحة ماني شايفها بعيدة. لهيك أنا قلت واكبوا السوق بالدولار طلوع، كرمال نحدد رقم للمبيع، نرجع نبيت على الليرة وننتظر انهيار كبير بسعر الصرف يلي أنا شايفه ابتداء من الشهر القادم، مش بالضرورة أوائل الشهر. برجع بجدد، الكل عم يسأل أحيانا إنه شو في بنيسان. أنا بكل صراحة شايف بشهر نيسان شهر الجاي شهر حلول على البلد سياسيا واقتصاديا. كرمال هيك هلأ نحن خلينا عم نواكب السوق صعودا، كرمال على الأقل الناس اللي بايعة تحت تعوض خسارتها، وزيادة عن هيك ترجع تربح أكتر مما كان معه. وإن شاء الله بالأيام الجاية رح تشوفوا كل اللي كان بايع تحت وين رح يلم دولاراته. وتذكروا كلامي، ومش بعيد إن شاء الله، إن شاء الله بتكون بالشهر الجاي مثل ما أنا شايف. بس بالوقت الراهن نحن عم نواكب السوق صعودا مثل ما خبرناكم، مش عم نقول والله لملموا دولاراتكم مثلا على 90 أو على 80 وخلوا دولاراتكم معكم عطول، لأنه هاي المصلحة يا إخوان دايما بتتطلب منا نكون معنا أحيانا دولار وأحيانا ليرة. طبعا على المدى البعيد يلي نحن دايما بنحكي فيه إنه مربح أكتر لسببين. لأنه هلأ إذا أنت بدك تشتغل يومي، باليومي عم تبيع على رقم معين عم يرجع يكفي السوق طلوع. كان بالأول الشغل اليومي مربح، كنت تبيع فوق يريح السوق 500 ليرة 1000 ليرة تلم بربح. لكن هلأ كل رقم عم تكب عليه ما عم ينزل السوق، ما عم بيريح السوق أصلا لتربح يومي. فكرمال هيك نحن رهاننا على المدى البعيد كل اللي لم على هيك أرقام إن شاء الله بيكب على أرقام عالية، وبيرجع بلم على أرقام ما حدا متوقعها ولا بتخطر على البال، وما حدا يتفاجئ من الأرقام اللي بدي يحطها، مش هلأ، الشهر الجاي إذا الله راد. فلهيك يا إخوان أنا بتمنى من الكل ينتبه من السوق، وبتمنى من كل الناس اللي بتوثق فينا شو معنا لآخر نفس لآخر لحظة، وإن شاء الله ما حدا بيكون خسران على أي رقم كان. إن شاء الله بتعوض كل دولار بعته وبترجع بتحصله وبتحصل أرباح فوق. يعني الخلاصة يا إخوان باختصار هاي النقطة، خلينا نعتبر أغلب الناس لموا على 85 حل وسط ما بين صيرفة والسوق السوداء. لحد هلأ عندك أرباح تقريبا 22,000 ليرة، لكن زال أمامنا طريق بعد أبعد من هيك، وكل رقم بدنا نحطه للبيع أكيد مش هلأ. أنا بكل صراحة ما بشوف هلأ أرقام للبيع،
خصوصا كل شي عم بيصير حوالينا، من الاستماع لحاكم مصرف لبنان، من الوفد الأوروبي، لجمعية المصارف، لعدم انتخاب رئيس للجمهورية. كل شي حوالينا بكل صراحة ما ببشر بالخير، على الأقل هيدي الأيام وهي الفترة. لكن يا إخوان، بغض النظر، نحن ما عم نحكي عن تريحة 1000 ليرة و2000 ليرة، حتى 3000 ليرة. نحن مش رهاننا على 2003 هلأ. نصيحتي ما حدا يفوت فيها بأي تريحة، لأنه ممكن يريح السوق 2000 أو 3000 عند كب أي خبر بخصوص السوق، بخصوص اجتماع المركزي، بخصوص أي خبر تاني. ما حدا يفوت بالموجة. أنا بنصيحة أول من أمس بعت لكم إنه ما حدا يلحق أي موجة، واليوم أكدت عليكم على التليجرام والواتساب، قلنا لكم ما حدا يبيع أي دولار. هيدي فقط موجة عرض كرمال يلموا دولار على أقل سعر ممكن، بظل الطلبية اللي كانت مفتوحة. ما الطلبية مفتوحة كانت، ليش بده ينزل السوق؟ هيدا تخويف وخوف الناس. لموا دولارات يلي انكبت على أرقام واطية وباعوها للمركزي بأعلى سعر ممكن. يا إخوان، نحن هلأ رهاننا بعد بالألاف وحتى عشرات الألاف بالطلوع، مش رهاننا على 1000 نزول 2000 نزول. يعني هلأ أي تريحة ما حدا يخاف منها، بالأخص إذا كترت الأخبار الإيجابية عم تنكب على الجروبات وغير الجروبات. ما بدنا نلفت انتباهنا إلى أبدا، لأنه باختصار يا أخوان، الوضع أمامكم، ما بده مني يقولكم. محاكمة رياض سلامة، إضراب جمعية المصارف، حتى لو عادوا عن الإضراب، أنا بكل صراحة شايف السوق محله، بغض النظر إذا بيعمل تريحة 1000 أو 2، ولكن يلي رح يبيع بكعب السوق ورح يرجع يطلع مباشرة. هاي إذا عملت تريحة، ولكن أنا بقولكن وبشدد عليكن، بإضراب وبغير إضراب، بدون تدخل جديد لمصرف لبنان، ما بقى ينفع عودة المصارف لفتح أبوابها. اللي بينفع هلأ تدخل رياض سلامة، لكن هلأ بالوقت الحالي هل وارد؟ صراحة مش وارد أبدا. خصوصا يلي عم بيصير برياض سلامة، واستماع إله ومحاكمته، وعدم انتخاب رئيس للجمهورية، وغيرها من أمور سياسية واقتصادية بالبلد. وحتى الاجتماع اللي كان اليوم مقرر، اجتماع المركزي ويلي تأجل، كان مخصص لمناقشة تداعيات التحقيق مع رياض سلامة من قبل الوفد القضائي الأوروبي. فهلأ نحن عيننا على تعاميم، ورياض سلامة عينه على وفد القضاء الأوروبي والتحقيق معه. يعني ما حدا هلأ يخاف من أي انهيار بسعر الصرف، ما حدا يخاف نهائيا. لكل الناس اللي حملوا دولار وسكروا رصيدهم، من يوم اللي قلنا سكروا دولاراتكن، بالوقت الراهن انهيارات ما فيه، نزلات قوية ما فيه، بغض النظر إذا ريح السوق كسر السوق، ولكن انهيار وانخفاض كبير ما فيه. هلأ إن شاء الله، هلأ أمامنا بعد في ارتفاعات، بعد في طلبيات مفتوحة بعطلة وغير عطلة. الدولار عم بيكون مسحوب من المركزي وغير المركزي. نقطة أخيرة بالنسبة للي عم يسأل إذا رياض سلامة بيتوقف ما بيتوقف، أنا بس بحط افتراض بسيط. في حال توقف رياض سلامة، راح نشوف كارثة بسعر صرف الدولار ومن ارتفاع غير مسبوق. لكن أنا بالنسبة إلي بكل صراحة بشوف رياض سلامة محمي خارجيا ودوليا من بعض الدول، كرمال ما نسمي. لكن بشوف أنا هيدا الخيار مستبعد، مستبعد إنه يتوقف رياض سلامة، لأنه على الأقل محمي داخليا قبل ما يكون محمي خارجيا. بكل الأحوال توقف أو ما توقف، دولارنا مكفى طلوع بالوقت الراهن. أنا ماني شايف تدخل قريب من مصرف لبنان، ولا شايف انهيار قريب بسعر الصرف. السوق بالوقت الحالي مكفى طلوع لأرقام إن شاء الله منقول نحنا على أي أرقام البيع، كرمال ما حدا ينضر، وكرمال ما حدا ياكل ضرب فوق وضرب تحت. على الأقل كل اللي اشترى يوم بعتنا النصيحة محمي بأرقام وبعشرات الألاف. لهيك يا أخوان، يعني الفرق السوق عنك هلأ بحدود 25-22 ألف ليرة. قد بده ينزل السوق هلأ؟ هلأ التريحات عم تشوفوها عم تنزت أخبار بينزل له 1000 ليرة، 1500 ليرة، 2000 ليرة.
بيرجع محله السوق بعد دقايق. لهيك يا اخوان، هلا الخلاصة: حافظوا على دولاراتكم لوقت نبعت نصيحة على اليوتيوب، على التليجرام، على الواتساب، نرجع ليرة، كرمال نعود كل المراحل السابقة يلي مرقنا فيها، وإن شاء الله الكل بيعود، وفوق التعويض بيربح فوقهم. ويعطيكم ألف عافية.